بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وأنا أشاهد بعض المقاطع للأخت السنية ريم الوريمي المقدمة التونسية. هذه الأخت ذهبت في زيارة إلى العراق في الآونة الأخيرة، وفي زيارتها لكربلاء والنجف الأشرف انصدمت بكرم الشعب العراقي، وخصوصا حين علموا أنها سنية، فقامت تمدح في أهل العراق. دعونا نشاهد ماذا قالت ثم نعلق إن شاء الله. حقيقة النجف، كربلاء، بغداد سأرى غدا. وصلت متأخر اليوم. وجدت المحبة، وجدت يعني تسامح وقبول للسنة بطريقة غريبة، حتى أني لما أقول سنية تكون هي مفاجأة. يتفاجؤون، لا أخفي، يتفاجؤون في البداية، ولكن مباشرة يبتسمون يقولون ولو عادي، بالعكس نحن نقبل الكل، وهذا يسعدنا أن تكوني بيننا ونخدمك، يلا في الغداء العشاء. إلى اليوم الحقيقة لم أدفع مليم من جيبي للآن. شكرا لكل من يعني حقيقة، حتى أنني أخجل أحيانا من الحفاوة ومن هذه المحبة ومن هذا الكرم الذي رأيته في أهل العراق. شيء فوق من رائع. شكرا لكل من التقاني حتى ببسمة. تلك الوجوه التي تنظر النظرة الأولى ثم تعيد الثانية لتتأكد ثم تأتي البسمة وراءها. هذا الكرم ليس غريب على الإخوة العراقيين. تقول هذه الأخت أنهم حين يعرفون أنها سنية يبتسمون ويقولون يسعدنا أن تكوني بيننا ونحن خدام لك. هل شاهدت يا أخت ريم كيف يتعامل شيعة العراق مع الشخص السني؟ فهل يا ترى في الدولة السنية إذا جاءهم شخص شيعي هل سيتعاملون معه بنفس التعامل الذي تعاملوا معك الشيعة؟ شاهدوا معي بعض اللقطات من برنامج جزائري لشخص سني عمل نفسه شيعي يبحث عن حسينية. شاهدوا الكرم وكيف تعاملوا معه حين علموا أنه شيعي. ربي يتوب عليك إن شاء الله. لا ما تؤمنش ربي يتوب عليك إن شاء الله. ما تؤمنش بالطائفة الشيعية. الله يغفر لك إن شاء الله. عليكم السلام. ما تؤمنش بالطائفة الشيعية الحاج. حاب نكفرك. لا تكفرني. الله يغفر لك. ما شاء الله على الكرم. هذا يريد أن يكفره شخص آخر. اسمع منك سيري يا حبيبنا. وش تهدر حبيبنا؟ اروح نهضر معاك، اروح نهضر. علاش تدفنك؟ كاين فرق بين الضرب وبين الدفن. قادر ندفنك دركا. تدفن علاه صافي انت رافض قادر نجيب لك. اسمح لي قادر نجيب لك. شوف نفوتوا الاخ نجيب لك هذوك الايام شفت اشراف نتاع كاشيات. لو كان يسمعك تهضر هاد الهضره دوك يدفنك. وهذا قام بضربه ويريد أن يدفنه. كرم لا مثيل له. شخص آخر. كان نلقى انا دوكا هكذايا، كان انا في بلاصه خاليه نحي لك رجل، نحي لك صباع، نحي لك عين. حق الله. منين تحكي؟ علاش انت حر. واش انت راك هنايا شغل راك تدعي في الناس باش زعما شغل يجيبوا زعما شغل يدخلوا عندكم للشيعة ولا ما فهمتش انايا. هذا من كرمه المفرط وحبه الشديد. يقول لو كان معه في مكان خال لقام بقطع رجله ويده وعينيه. جزار ما شاء الله عليه. شخص آخر. هاي كاين أمة رحت سبتيهم أنا جيت لهم. مش عارف انا خفت لا يضربوني هنا ولا خفت لا يضربوني. وين بان انا ما نضربكش؟ شو ايماجيني انا نضربك؟ يقول له تخيل أن أقوم بضربك. قمة الكرم والاحترام للطوائف الأخرى. نذهب مع شخص آخر. حب نعيط لابوليس؟ لا تعيط لي لابوليس يا اخي، انا نهضر وانت ماكش حابب تهضر اصلا. لا ما تهضرش معاه. هذا من كرمه يريد أن ينادي على الشرطة. وأنت ماذا قالوا لك الشيعة في كربلاء حين علموا أنك شيعية؟ وجدت المحبة، وجدت يعني تسامح وقبول للسنة بطريقة غريبة، حتى أني لما أقول سنية تكون هي مفاجأة. يتفاجؤون، لا أخفي، يتفاجؤون في البداية، ولكن مباشرة يبتسمون يقولون ولو عادي، بالعكس نحن نقبل الكل، وهذا يسعدنا أن تكوني بيننا ونخدمك، يلا في الغداء العشاء. إلى اليوم الحقيقة لم أدفع مليم من جيبي للآن. شكرا لكل من يعني حقيقة، حتى أنني أخجل أحيانا من الحفاوة. هل شاهدت الفرق؟ هؤلاء الذين شاهدتموهم في هذا الفيديو عندهم مشكلة، وهذه المشكلة هو الجهل. وسبب هذا الجهل هم شيوخ السوء والتطرف الذين فرقوا الشعوب الإسلامية بفتاوى التكفير والتنفير وإقصاء الآخر. فهؤلاء مساكين ما زالوا يعيشون في أوهام وأكاذيب، مثل أن الوحي كان سينزل على علي بدل محمد. هؤلاء لم يبحثوا ولم يقرأوا عقائد الشيعة حتى يتكلمون بهذا الكلام، بل منهم من لا يعرف معنى كلمة شيعة أصلا، ولكنهم لقنوا من قبل شيوخ الجهل والتطرف والتكفير الذين علموهم أنك إذا وجدت شيعي فلا تتكلم معه، لا تأكل معه، ولا تجالسه. هكذا قال شيخ الجهل والتطرف عبد الله النهاري المغربي في إحدى مقاطعه على اليوتيوب. فهؤلاء هم سبب تفرقة الشعوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فها أنت يا أخت ريم لم يحكي لك أحد في تونس عن كرم الشيعة في العراق، بل ذهبت إليهم
ورأيت كيف أن حتى كتب السنية موجودة في معرض الكتاب. فهل كتب الشيعة تكون موجودة في معرض الكتاب في تونس أو الجزائر أو المغرب أو في باقي الدول العربية؟ هل شاهدت الفرق بين الشيعة والسنة؟ وكيف أن الشيعي عقيدته قوية لا تهتز أبدا؟ وها أنت شاهدت كل هذا بنفسك وذهبت إليهم وانصدمت. أما إذا زرتهم في أيام عاشوراء فأنا متأكد أن الصدمة ستكون أكبر، فكرامهم لا يوصف، وحبهم لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام سيجعل دموعك تتساقط. والسلام عليكم.